تخيل صندوق ألعاب قديم مصنوع من خشب البلوط الداكن منقوش عليه رسومات غريبة. هذا الصندوق ليس عاديا، فهو صندوق ألعاب مسحور. عندما تفتحه لا تجد ألعابا عادية، بل تجد عوالم كاملة. دمية تتحول إلى أميرة حقيقية في مملكة بعيدة، سيارة لعبة تأخذك في سباق عبر الزمن، ومكعبات بناء تبني مدنا تحلق في السماء. كل لعبة داخل الصندوق هي بوابة إلى مغامرة. لكن احذر، الصندوق يختار من يلعب به، وقواعد اللعبة تتغير باستمرار. يمكنك أن تكون بطلا أو مجرد متفرج، كل هذا يتوقف على خيالك وقدرتك على التكيف. الصندوق ظهر فجأة في بلدة صغيرة في عام 1818، ومنذ ذلك الحين انتقل من يد إلى يد، تاركا وراءه قصصا لا تصدق. البعض يقول أنه يجلب السعادة، والبعض الآخر يحذر من مخاطره. ولكن الشيء الأكيد هو أن صندوق الألعاب المسحور سيغير حياة أي شخص يجرؤ على فتحه. يحكى أن آخر ظهور له كان في عام 1953.